مساء الخير عليكم متابعي قناة عبير سبورت، برحب بيكم اليوم وهنتكلم عن كرة القدم النهاردة. مش هنتكلم عن الفن، يعني احنا اتكلمنا عن الفن امبارح، عايزين نتكلم بقى عن الكورة وعن نهائي افريقي اللي هيبقى يوم الاحد بعد بكرة بين كوت ديفوار ونيجيريا. وعايزين نرشح كده توقعاتكم معانا، يعني مين اللي هيفوز بالأميرة الأفريقية. وأنا عن نفسي برشح منتخب كوت ديفوار. مش يعني هو موقف طريف حصل كده معايا، فأنا قررت إن أنا أشجع منتخب الأفيال من قبل البطولة ما تبدأ، وهي جت بالصدفة. فهقول لكم يعني الموقف كان ازاي. يعني انا كنت مسافرة وكنت في رحلة لواحد سيوة، وطبعا انا يعني لقيت المكان هناك فعلا الشوبينج فيه كان حلو، يعني زي مثلا الحاجات اللي بنشتريها هنا من الاماكن السياحية وكده. واشتريت يعني حاجات شخصية ليا من هناك. كان معظم الشغل اللي عليها او الحاجة اللي موجودة على الهدوم اللي انا جبتها رسومات للافيال كده صغيرة. يعني انا حتى لقيت الحاجات دي موجود منها في دهب يعني وكده، وشارع المعز هنا في القاهرة. يعني الاجانب بيحبوا الحاجات دي. فطبعا انا اشتريت الحاجات دي، وانا كنت قاعده اتريق واقول ايه ده، انا جايبه الحاجات دي عليها افيال، وانا بشجع الافيال ولا ايه؟ انا بشجع دروجبا منتخب كوت ديفوار. وبعدين انا ما اشتريتش مره واحده، انا اشتريت اكتر من مره ليا والحبايبي طبعا يعني، وهدايا وكده وبتاع. فطول الطريق بقى وانا راجعه من سيوه وقاعده اقول واهرج واتريق بقى، انا كده خلاص انا بشجع كوت ديفوار يا جماعه والله بجد يعني. الافيال بقى وبتاع، قعدت ابعت للناس على الواتساب واقول لهم انا بشجع الافيال وكده، وده ركبه. وبقيت مهتمه جدا وقاعده اهرج وبتاع. بس انا لما شفت مستوى كوت ديفوار في مباريات المجموعه قلت استحاله الفرقه دي توصل للنهائي، يعني مش اتخيل انها توصل للنهائي. يعني كنت بهرج قبل البطوله، بس ما توقعتش ان التهريج بتاعي ده هيقلب جد كده. المهم يعني اتفاجئت برضو في يعني بعض الناس كانوا بيرشحوها رغم ان مستواها مش قد كده. يعني كنت في توقعي ان المغرب والسنغال هيكون هما الطرف النهائي، يعني بعد خروج تونس والجيريا ومصر. لكن طبعا المغرب والسنغال الفرق دي برضو كانش ليها الحظ كان الموسم دوت. واتمنى بقى ان انا احتفل بقى بالكوت ديفوار بقى بعد بكره، والناس بقى تكسب كده، عشان يبقى الحاجات اللي اشتريتها دي يعني جت بفايده وكده. وطبعا انتوا عارفين لما النجم الكبير دروجبا، وانا قابلته هنا لما جاي القاهره هنا، كان مشارك في المعرض الافريقي للتجاره البينيه، وكان موجود وانا اتكلمت معاه وعملت معاه لقاء واتصورت معاه. يعني اتمنى ان انا يكون وش حلو عليه يعني، ويحتفل بالكاس مع يعني جمهور ساحل العاج والناس بقى صحاب الارض. المفروض هم يعني زي ما بيقولوا كده البطولة صحاب الارض، البطولة هي اللي عايزاهم مش هم اللي عايزينها. فحظ سعيد ليهم بقى بعد بكرة وكده، ونشوف بعض بقى بعد النهائي ما يخلص ان شاء الله. وشجعوا كوت ديفوار بقى يا جماعة كده، بس اطلعوا شارع المعز بقى اشتروا الحاجات دي.